ما مش اكسبايرد، مش بيبوظ. شايف ازاي؟ بدأنا الهوا. مساء الخير مستمعينا ومشاهدينا ومستمعي راديو أنتيكا، وحلقة جديدة ومعاكم لمدة ساعة محمد فؤاد وكيك داون. النهارده جايين نتكلم عن حاجة شائكة شوية، هي فكرة الكاوتش. الإطارات هي أكتر سلعة استهلاكية موجودة في العربية، أو أكتر جزء بنستخدمه في العربية، لأن مش ممكن العربية تتحرك غير بيه. زي فكرة البنزين كده، حاجتين لازم يبقوا موجودين، بنزين وكاوتش. إذا خلى منهم عنصر فمش هينفع نشتغل. النهارده هنتكلم عن الكاوتش، أهمية الكاوتش، أهمية حالة الكاوتش، ولازم أعرف إزاي أشتري كاوتش وما اقعدش في المشكله بتاعه لما اجي اجيب كاوتش طب هشتريه ازاي، طيب هحط الكاوتش الجديد ورا ولا قدام. ده معظم الحلقه هتبقى بتتكلم عن الموضوع ده. وبعدين في لينك كده هنتكلم فيه عن السلوك والتصرفات اللي بتحصل جوه الشارع او طريقتنا في السواقه. ليه قررت نعمل ده؟ عشان خاطر شفت ان سلوك سيء جدا موجود عندنا كناس بتحاول تسوق. فيا رب الحلقه تعجبكم، وهنطلع فاصل نسمع اغنيه ونرجع تاني ونشوف موضوعنا ونشوف موضوع الكاوتش.
الورقه هاخدها كده كده عشان في طلعت اللينك. هبقى اقول لك انا اللينك ده وانا طالع هتكلم في ده. احنا لايف الناس سامعانا صح؟ تعرف تقفل الصوت؟ اقفل الصوت، محدش يسمعنا خالص؟ خليهم يشوفوني بس ما يسمعونيش. ورجعنا لكم تاني من الفاصل ولسه بنتكلم عن الكاوتش او لسه هنتكلم عن موضوع الكاوتش.
من المشاكل الكبيرة اللي نمر بيها إن أنت عادي خالص وأنت راكب عربيتك يجي عليك وقت تبقى عايز تغير كاوتش العربية. الطبيعي إن الناس بتغير، أو مش الطبيعي إن الناس بتغير، لو أنا هغير الأربع فرد كاوتش ودي حاجة طبيعية جدا هيغيروا الأربعة مع بعض. فلما أجي أغير الكاوتش أنا مش عارف أختار الكاوتش على أي أساس. لما تيجي تختار الكاوتش بتاعك اوريدي في حاجات ستاندرد ثابته انت مالكش دعوه بيها، هي مقاس الكاوتش. هل ممكن مقاس الكاوتش يتغير؟ اه ممكن يتغير. ده بيتغير وفقا للحاجات اللي او وفقا للتعليمات اللي حطها الشركه المصنعه للعربيه، وده بالتالي مرتبط بمقاس الجنط. فانت عشان تغير مقاس الكاوتش يبقى مرتبط ان انت تغير مقاس الجنط، ما تغيرش مقاس الكاوتش من دماغك خالص. لان مثلا هنقول رقم كده وهمي 185 على 65 16. ايه الارقام اللي احنا قلناها دي؟ الارقام دي 185 ده اول رقم، ده الكود او المقاس بتاع عرض الكاوتش، وال 65 ده الارتفاع اللي هو الرقم بيبقى الصغير، وبعدين بيكتب لك ار دي يعني ريم اللي هي مقاس الجنط 16 15 14. اذا غيرت فكره الارتفاع وخليته 185 على 60 يبقى انا كده هخلي عدد لفات فردة الكاوتش اكتر عشان اوصل لسرعه 100 كيلو، وانا كده هبقى لعبت في العداد، هبقى ماشي 100 ولكن السرعه الفعليه ممكن تبقى 95 او 90. ولو زودتها عن 65 او على 60 خليتها مثلا 65 وانا الستاندرد بتاعي 60 خليته 65، هبقى انا قدامي على العداد ماشي 100 والفعل بتاعي انا ماشي 100 وحبه 105 110. فعشان كده ما ينفعش تلعب في مقاس الكاوتش. طيب الطبيعي ان انا لو جيت اغير الاربع فرد كاوتش هتغيره خلاص، احنا خلاص عدينا المرحله بتاعه المقاس وقلنا ما ينفعش نلعب. طيب عايز اعرف وانا بشتري فرده الكاوتش اجيبها ازاي؟ هتلاقي كده في زي فكره كده علام مبططه، هحاول اطلع لكم الصوره ان شاء الله في اللينك اللي جاي. الصوره دي مكتوب عليها اربع ارقام. الاربع ارقام دول هو موجود فيهم الرقم الاسبوع. السنه بتكون من 52 اسبوع وده اول رقمين، والرقمين التانيين هي السنه. اقدر اعرف من رقم الاسبوع انا في الشهر الكام لسنه كام. فبالتالي كده اقدر اعرف تاريخ انتاج الكاوتش، ودي هنشرحها بس بالتفصيل ان شاء الله في اللينك الجاي عشان خاطر الناس اللي معانا يحط الصوره بتاعت فرده الكاوتش واجيب لكم بالظبط الجزء فيه. طيب لما اجيب بقى فردتين كاوتش ومش هغير الاربعه خلاص، انا هغير فردتين كاوتش. هقدر بقى اقول لك قبل ما اطلع فاصل دلوقتي، انت عارف الكاوتش الجديد بيتحط فين لو هغير فردتين كاوتش بس؟ الكاوتش الجديد هنحطه فين؟ في العجلات الاماميه ولا الخلفيه؟ هنطلع فاصل وبعد كده ارجع اقول لك هنحط الكاوتش الجديد فين، في العجلات الاماميه ولا الخلفيه.
هبعت المايك على الستريم. ماشي؟ المايك شغال على الستريم. اوكي المايك هو 40 ثانية. عشر ثواني. جاهز؟ جاهز. 1 2 3. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم كيك داون وبنتكلم النهارده عن الكاوتش. كنا بنسأل السؤال: انت عارف الكاوتش الجديد بيتركب في العجلات الخلفيه ولا الاماميه؟ في سؤال جالي دلوقتي بيقول لي: هل ده بينطبق على الدفع الخلفي ولا الامامي ولا العجلات الرباعيه؟ اي عربيه. هجاوب على السؤال لما الاول اقول لك الكاوتش الجديد بيتركب في الاطارات الاماميه ولا الخلفيه. الكاوتش الجديد يا جماعه بيتركب في الاطارات الجديده بتتركب في العجلات الخلفيه للعربيه. الكاوتش الجديد بيتركب في العجلات الخلفيه للعربيه. اي حد يقول لك ان الكاوتش الجديد قدام، ده مش فاهم حاجه. خلص الموضوع. خلص الموضوع. محدش بيركب كاوتش جديد قدام. ما تدخليش في الفكره بتاعت ثبات العربيه. ثبات العربيه ياتي من العجلات الخلفيه، التراكشن كنترول، لان قدام الدركسيون بيحود العربيه. هو ملوش علاقه اصلا بالثبات. الثبات بالجزء الخلفي، بالجزء اللي انت مش عارف تتحكم فيه. لان انت لو الكاوتش الجديد موجود قدام، معنى كده ان الفرده بتاعت الكاوتش ماسكه قدام كويس جدا، وده اللي انت بتتحكم فيه يمين وشمال. ورا بقيه الديل بتاع العربيه مفيش فيه اي نوع من انواع الثبات، فهتبقى بتعمل كده تلق منك رايحه جايه. فاي فكره تيجي او اي حد اختلق فكره ان الكاوتش جديد قدام، عايز اعرف مبدئيا هي جت منين. يعني ده سؤال دايما وانا قاعد كده بسرح مع نفسي: جبتوا الموضوع ده منين؟ مين اللي قال الفكره دي؟ مين قال فكره ان الكاوتش الجديد بيتركب ورا؟ جابوها على اي اساس؟ وايه علاقتها بثبات العربيه؟ ثبات العربيه بياتي من العجلات الخلفيه للعربيه. دي نقطه مهمه جدا كلنا بنغلط فيها، وكلنا للاسف قاعدين بنتكلم في الموضوع ده. عايز اقول لكم بقى حاجه ممكن تصدمكم: ان شركات الاطارات عشان خاطر بقت بتعاني من الموضوع ده وارتفاع نسبة الحوادث، بقى دور عليها كنوع من انواع الوعي المجتمعي، بقت تنتج افلام على حسابها زي كونتيننتال وبريلي والشركات الكبيره كلها، بتوضح فيه للناس اهميه ان الكاوتش الجديد يكون موجود في العجلات الخلفيه، وقعدوا يشرحوا ده. الناس برضو مستمره، فبدات الشركات تطور من نفسها. الشركات المصنعه للعربيات وشركات الاطارات خاطبت شركات السيارات، وفي زرار موجود عندنا في العربيه كده اسمه تراكشن كنترول، بتلاقي مكتوب عليه اوف وعلى علامه ان العربيه بتتزحلق. ده بيفرق جدا، لان ثبات العربيه في المنحنيات وفي الحواديات وانت بتحود العجل في حاجه ورا اسمها ترس توليك، وده بيفرق ما بين سرعه العجله اللي جوه المنحنى عن فرده الكاوتش اللي بره المنحنى او الاطار اللي بره المنحنى. فده ليه علاقه كمان ب النقشه بتاعت الكاوتش، اذا كانت فرده الكاوتش جديده ولا قديمه. فالنقط دي مهمه جدا. لو الصوره موجوده قدامنا هتلاقوا موجود زي ما قلت لكم. الصوره طلعت يا عمر؟ طلعت اهو عمر معانا. هتلاقي الارقام اللي بقول لك عليها، هتلاقي عندك 205 55 16. الرقم ده صح اللي انا بقوله؟ تمام. ال 205 ده عرض فرد الكاوتش، 55 ده الارتفاع، الار 16 دي الرم، ده مقاس الجنط، وده اللي بنتكلم فيه في اللينك اللي فات. الحاجات دي ما ينفعش تغيرها، عايز تغيرها هتضطر تغير
المقاس بتاع الجنط، وده هيكون موجود من الشركه المصنعه. وعلى فكره في الاخر هيطلع نصف قطر الدايره من الجنط ال 16. لو جيت تقرر ان انت تقلل ارتفاع الجنط وتخليه مثلا بدل 55 50، هتلاقي الجنط بدل ما هو 16 هيبقى 17، فهيفضل نصف قطر الدايره واحد وثابت. الشكل اتغير، وممكن يخلي يثبت العرض او يزود العرض شويه. فالناس اللي بتفكر انها تعرض الكاوتش هي مش فاهمه طبعا خطوره تعريض الكاوتش ده ايه. اولا اول حاجه هتفقدها التسارع السريع. ايه علاقه التسارع بفرد الكاوتش؟ هنا بقى في احتكاك بزياده، في تلامس حصل للارض، فلما يحصل تلامس لفرد كاوتش اعرض مش هتقدر تاكسلريت بصوره اكبر، لا هي كده هتبقى ابطا شويه. ده الجزء الاولاني. لو عرضت الكاوتش بتاعك عن المطلوب ده هيفرق في استهلاك الوقود، لان انت اوريدي عملت تلامس اعرض، فدي نقطه ثانيه لازم تخلي بالك منها. واللي اتكلمنا عليه في ارتفاع فرد الكاوتش هي السرعه الحقيقيه، real feel of velocity، او السرعه الحقيقيه او الشعور الحقيقي لسرعه العربيه. وده الشركه المصنعه لما بتعمله بتكتب لك المقاس، هتلاقي في كود كده مكتوب ورا اللي هو 92 في مثلا، ده اللي هو السرعه السبيد، انت هتمشي على سرعه قد ايه، او ده يتحمل فرده الكاوتش ده لسرعه قد ايه. وده للناس اللي بتجري بسرعات عاليه جدا، عشان ما فيش حاجه اسمها انا مسافر 160. الاطار ده نفسه من عوامل الامان، لازم تبقى مدرك يا اللي بتسوق وانت حريف ومقطع نفسك جري وعايز تبقى بروفيشنال بدل بتجري بقى، قررت تبقى راجل محترف ومدرك ان السرعات العاليه دي ليها حسابات مختلفه في الفرامل، وليها حسابات مختلفه في الهواء المقابل ليك وده بنقول عليه الايرودايناميك، وليها حسابات مختلفه انك تبقى قافل حضرتك الازاز بتاع العربيه واستهلاك الوقود وحاجات كتير. فالنقط دي هنسيرها في حلقه تانية خالص لما تبقى عايز تبقى بروفيشنال والناس تبقى فاهمه ان لو بتجري بعربيه وهي متفوله لا مش هتسرع، مش هيبقى التسارع بتاعها عالي زي ما هي فيها نص التانك. لو انت فاتح طرف الازاز هيحصل مقاومه. الديزاين بتاع العربيه لازم تقرا الريشيو اوف ايرودايناميك، نسبه مرور الهواء على العربيه، لو في سبويلر ولا ما فيش، انت عندك استابيليتي، لا ده موضوع كبير جدا. الناس اللي هتقرر او هنعمل حلقه للناس المحترفين او اللي نفسهم يبقوا محترفين او بيحبوا العربيات، عشان يقول لك ده عربيتي زي عربيتي بس زي بيتشن. احنا النهارده لسه بنتكلم في نقطه واحده منها بس، هي فرده الكاوتش. هتلاقي بقى في حته كده صغيره مكتوب عليها 21 0 كام؟ ما عنديش الرقم، استنى هقول لك الرقم موجود 0204 وعليها دايره مكتوب مانيفاكتشرنج ديت، هو ده تاريخ الصناعه. 02 ده الاسبوع الثاني لسنه 2004، يبقى اول رقمين هم الاسبوع، معنى كده ان ده اتصنعت في شهر يناير. السنه فيها 52 اسبوع، كل 4 اسابيع تمثل شهر، يعني من 01 02 03 04 ده شهر يناير، من 05 لحد 09 5 6 7 8 ده شهر فبراير. فاول رقمين دول يمثلوا الاسبوع اللي في السنه، تاني رقمين دول يمثلوا السنه نفسها. فانت كده تبقى عرفت ان الاطار ده تم انتاجه في الاسبوع الفلاني من السنه الفلانيه، وكده تقدر تعرف اذا كان الاطار اكسبايرد ولا لا. طيب الاطار بيبقى اكسبايرد ولا لا، ولا من قد ايه؟ بعد مرور 3 سنين على الصنع. طب ايه اللي يخليك تجيب اطار جديد او قديم؟ فكره استخدامك. هل ممكن اشتريه متصنع ورا سنه؟ او ممكن تشتريه متصنع ورا سنه سنتين، وممكن يبقوا سنتين ونص كمان. طب ده وفقا لايه؟ وفقا ان انت بتستخدم العربيه قد ايه، كتير في السنه ولا لا. عد الكيلومترات اللي بتعملها، لان كده كده الاطار بيتغير من 40,000 ل 50,000 ده الطبيعي. طيب او لو عملت 40,000 ده هنتكلم فيه بقى الصورة بتاعت امتى اغير الاطار. هنطلع فاصل وارجع اقول لك امتى تغير على 40,000 وامتى تغير على 50,000. ممكن اقعد لاكتر من كده وممكن تقعد لاكتر من كده، بس ده وفقا لسلوكك مع العربية. ده هنعرفه ازاي في الفصل الثاني. نطلع فاصل ونرجع تاني. على فكرة الجمل اللي انت عايز تاخدها انا قلتها في اللينك، كلها 3 جمل. سعد فكروني بقى هقول لكم حاجة كده، ايه في الصوت
يعني او مثلا ليه لازم دايما اغير الحاجه اللي ورا الاول؟ انت لازم الكاوتش اللي ورا اللي بيتحط، لازم الناس لما تيجي تغير الكاوتش، فلاتين الكاوتش، هو المفروض تغير الاربعه مع بعض، تعمل روتيشن. والروتيشن ده ليه اكس كده، ليه طريقه بيتعمل بيها. حلو. او بنسهل نفسنا بنجيب اللي ورا قدام واللي قدام ورا، وفي دبانه. المهم ان انت بعد كده ثبات العربيه، الجزء اللي قدام ده، حلو، في دريكسيون. الدريكسيون بيخليك تقدر تتحكم بكتله العربيه اذا كان يمين ولا شمال، فده اصلا دي نقطه محوريه مش نقطه ثابته. فهندسيا ما ينفعش اجيب نقطه محوريه بتتحرك تبقى هي، اعتقد ان هي مصدر الثبات. مصدر الثبات الجزء الثابت في الكتله. يعني ده لو الكاوتش منحول ورا وجيت احود هتتزحلق تعمل كده. فهو ده اهم حاجه، يبقى ماسك في الارض كويس جدا. انا اسف على مقاطعة الكلام، بس احنا لازم نطلع كمان. انا اسف جدا. 5 ثواني 5 ثواني. يلا يلا بينا. 1 2 3. ورجعنا من الفاصل ولسه بنتكلم عن الكاوتش، والكاوتش الجديد اركبه ورا ولا قدام في العربيات. والناس لما بتيجي تغير الكاوتش الناس بقت تفتي وتقول نركب الكاوتش الجديد قدام. فاحنا هنحط تحت كلمه تفتي دي 1000 خط. الكاوتش الجديد لازم يتركب في الجزء اللي ورا من العربيه، او في الاطارات الخلفيه للعربيه. الاطارات الجديده لازم تركب ورا في العربيه. ليه؟ لان هو ده الثبات. كنت بشرح دلوقتي مع عمر مهندس الصوت، مع حمزه الفوتوغرافر الجامد بتاعنا، ليه العربيه تبقى ثابته من ورا. لان الجزء اللي ورا ده هو الجزء الثابت من العربيه، من الجزء الثابت من الكتله. الجزء المتحرك قدام اللي فيه الدريكسيون ده عادي هتقدر توديه يمين وشمال. فثبات العربيه بياتي من العجلات الخلفيه. السؤال اللي كان موجود في الكومنت هو ده بينطبق على الدفع الخلفي والجر الامامي والعربيات الدفع الرباعي. اي عربيه، اي عربيه، مفيش اي فرق ما بين الاثنين. الاثنين زي بعض. اللي كنا بنتكلم فيه ومهم جدا، اللي فكره ان الكاوتش الجديد ازاي اقدر اتعامل معاه او اجيبه ازاي كمان وانا بشتري. يعني مثلا هدي مثال بالحاجات الشائعه المركوب. التويوتا كرولا عندك 2005 و6 و7، مقاس الكاوتش بتاعها كان 195 60 15. ليه بقول تويوتا كرولا؟ عشان دي محبوبه الجماهير والمعشوقه. ال 195 دول ما ينفعش اعرضهم، لان لو عرضتهم هستهلك وقود اكتر وهخلي العربيه تتسارع بصوره اكبر، وممكن يؤدي ده في جهد على الفتيس. نعم، واعمل جهد على الموتور لان زودت التلامس. ولو لعبت في الارتفاع ال 60 دول خليتهم 65 او 55، بالتالي هعدي سرعات مش حقيقيه، فهيبقى مقري قدامي في العداد ان انا ماشي 100، ولكن في الحقيقه انا ماشي اكتر يا اقل حسب انا عملت ايه في الاطار. وما ينفعش اغير في الجنط لان بالتالي الار ال 16 دي هي مرتبطه ارتباط ما بين العرض والارتفاع. كده اللي بيركبوا تويوتا مبسوطين، خلاص مفيش مشكله. ركب بقى 195 65 16 ونجيب الكاوتش الجديد تحطه ايه؟ نحط الكاوتش الجديد ورا. طيب، النقط المهمه جدا لازم نبقى عارفينها، ان ما تجيبش حاجه اكتر من استعمالك. يعني تخلي بالك من الكود اللي هتحطه لك الشركه المصنعه على فرده الكاوتش، اللي هو مثلا زي 92 في، دي الكود بتاع السرعه. يعني عايزه بس ايه، هشوف الصوره عندي برضو كده. الصوره ممكن ما تبقى موجوده يا عمر؟ مكتوب بالظبط كده سبيد ريتنج، السرعه بتاعتي. لو هو موجود الرقم ده في ولا اتش ولا ايه ولا اي ولا ايا كان، ده الكود بتاع السرعه. يعني ما ينفعش تعلى بالسرعات لحد رقم معين. فما تروحش تجيب مثلا وانت عربيتك مش محتاجه السرعه ال 92 في دي، فتدفع فلوس في حاجه كبيره قوي، فبيديك ثمن فردة اطار سعره غالي جدا عشان خاطر هو بيمشي على سرعات عاليه وبيستحمل الضغط العالي وبيستحمل السرعات العاليه، وانت مش محتاج ده. انت مثلا ممكن تبقى 88. يعني نرجع تاني ناخد المثال مثلا الكرولا برضو هي الكودينج بتاعها 88 في، تدفع الفرق ده ليه؟ فاحنا بنشتري فرد كاوتش لازم نبقى مركزين كويس جدا 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 في الحاجات دي، عشان خاطر التاجر هيبيع لك اللي عنده وخلاص.
بس انت لازم تبقى مدرك احتياجك، ما تجيبش حاجه اكتر من احتياجك. لو جبت حاجه اكتر من احتياجك هتبقى دفعت ثمن حاجه ورميتها في الارض. من الحاجات التانية المهمة جدا، ما تغيرش كاوتش وانت عندك مشكلة مثلا في المقصات. انت كده قايم تهزر يعني. عندك مقصين بايظين راح تغير اطارات؟ طب ما هو هيتنحلوا. الزوايا، الناس بتنسى جدا الزوايا. مهم جدا 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 تظبط الزوايا بتاعتك على طول، دي حاجة على طول، ولو بتبوظ تعرف السبب وتغير براتك، ودايما تبقى مركز. من النقط المهمة اللي كنا بنتكلم فيها في اللينك وقفلنا عليها اللينك اللي فات، هو امتى اغير كاوتش، وهل لما انا هغير على 40,000 ولا 50,000؟ طب ايه العامل المؤثر في ان ده مشي 40,000 او 50,000 وما غيرش، وده مشي 60,000، او مشي 40,000 وغير وده مشي 60,000 وما غيرش؟ العامل المؤثر هو اللي كنت لسه بتكلم فيه حالا، الكودينج سبيد او السبيد كودينج، اللي هو 92 في 82 في السرعات. لو ده مشي 40,000، عندي عربيتين الاثنين مشيوا مسافة 40,000 كيلو، ده مشيهم بسرعات عالية 160 و170 و180، وده مشي ال 40,000 كيلو بسرعات منخفضة. أكيد تماما التآكل اللي حصل على السرعات العالية لفردة الكاوتش هيبقى اعلى بكتير من التآكل اللي حصل على العربيه اللي مشيت بسرعات اقل وسرعات منخفضه. فبالتالي هنا ما ينفعش انا اخد بعضي واقوم رايح مغير فرده الكاوتش واقول انا هعدى 60,000 وانا بمشي 160 سرعه 160 كل يوم وانا مسافر رايح جاي. لا طبعا، اصل انا عربيتي بتمشي سفر، ما انت بتمشي سفر سرعات اعلى بكتير من اللي عمل 40,000 كيلو وهو جوه المدينه، ده ماشي على سرعات قليله، التآكل عنده قليل ومختلف. فدي من العوامل المهمة جدا. يبقى السرعات اللي أنا بستخدمها في حياتي اليومية هي اللي بتفرق في تغيير الكاوتش، لأن نسبة التآكل بتبقى عالية. من الحاجات اللي بتساعدنا فيها شركات الإطارات المصنعة إن بتحط حاجة اسمها سيفتي بوينت، هتلاقي ما بين خوارق الكاوتش كده هتبقى موجودة، هنطلعها إن شاء الله اللينك الجاي، عبارة عن في بوينت كده اللي هي العمق بتاع فرد الكاوتش قد إيه، ده وحدة القياس. بس برضه هنرجع تاني نقول ان انت عشان توصل لها انت بعد كده نهيت فرد الكاوتش تماما. ما هي ممكن فرد الكاوتش تمر بنقط مختلفة خالص، يعني ما تبقى فيها انعواج، ده هيحصل من السرعات العالية، تبقى بتاكل نقر كتير، في حصل كاتنج تيل، في تيلة اتكسرت يعني الواير جوه اتكسر، او في تيلة اتقطعت. لو ده بيحصل منه البالونه، الناتج عن يقول لك اصل فيها بالونه يعني التيل اللي جوه او الواير اللي جوه اتكسر. عشان كده كان زمان يقول لك لا اصل من الحاجات الغلط برضو، اصل السلك بيصدي. سلك ايه اللي بيصدي وبيتكسر؟ سلك مين اللي بيصدي؟ السلك عمره ما هيصدي لان هو مقفول عليه وما الشيء عمره ما شاف الهواء خالص. انت بس انت لا قدر الله لو عندك في فردة الكاوتش فيه خرم ورحت تصلحه، بتلحم الاطار بتاعك، فهو بيضطر يجلخ وينظف حوالين الجزء اللي حصل فيه الخرم ده. فما يعني يراعي في التجليخ او التنظيف بتاع فرده الكاوتش الداخليه من الاطار من الداخلي، انه ما يعورش العربيه، ما يوصلش للسلك، ما يوصلش للتيل، لان التيل في الاخر هو عباره عن قماش ممكن يتقطع، او السلك ده معدن ممكن يتكسر، بيتكسر مع النقر الصغيره، فده اللي بنخلي بالنا منه واحنا ماشيين. هنطلع فاصل ونرجع تاني نتكلم عن امتى اغير اطار واحط الكاوتش جديد ورا ولا قدام، احنا عرفنا خلاص. وهنتكلم عن نقطه تانيه مهمه جدا في الكاوتش بس في اللينك الجاي. محتاج صورة ايه قلت؟ اللينك ده؟
ورجعنا لكم تاني من الفاصل ولسه بنتكلم عن الكاوتش الجديد وعن الإطارات. طيب الصورة طلعت. بالظبط. هنلاقي ما بين الفوارق ما بين النقشة بتاعت الكاوتش في قطعة من الكاوتش كده بتبقى صغيرة جدا طالعة ما بين النقشة. الجزء اللي طالع ده هي دي السيفتي بوينت، او هي دي اللي معاد بنغير عليه الاطار، وده طبعا عشان نوصل له بيبقى صعب جدا، يعني ده موجود في حاله صعبه جدا ما اعتقدش ان انت ممكن توصل له. ده بيتحط، الجزء ده بيتحط للناس بقى النقطه اللي كنت بتكلم فيها، انه يعمل عدد كيلومترات قبل ميعاد التغيير بسرعات عاليه جدا، فهنا بيحصل تاكل عالي جدا، فهنا هو ده المؤشر، النقطه دي هي دي المؤشر، ان خلي بالك انت ممكن ما تبقاش مشيت الكيلومترات المطلوبه لتغيير فرده الكاوتش، يعني تبقى لسه عملت مثلا 30,000 بس سرعاتك العاليه عملت تاكل عالي، فهو ده المؤشر. لان كان بيوصل ان في ناس تبقى عملت كيلومترات قليله ما قربتش من ان انا اغير على 40,000 او 50,000، فبالتالي مشيهم بسرعات عاليه جدا فيحصل تاكل عالي، فيقول له ان انت كده، فيقول لك لا انا مش 30,000 بس انا 10,000 كمان. لا، هو ده الخطر، ده خطر جدا، فالمؤشر ده موجود عشان خاطر كده. من النقط المهمه اللي الناس بتنسى تعملها، ان وهي بتشتري فردة كاوتش كان زمان شائع يقول لك الاولد سكول اشتري فردة كاوتش مركونه شويه عشان تبقى ناشفه، وانت كده اصلا بتاذي العفشه بتاعتك. موضوع الكاوتش ده موضوع كبير جدا، يعني لسه ليه بارت 2 حلقه تانية، بس مش تبقى الاسبوع الجاي، تبقى بعدها بفتره. بس لازم تخلي بالك وانت بتشتري الكاوتش الجديد ان اللي يقولوا عليه باللغه العاميه كده الفرده تبقى لسه مطبوخه، انتاج حديث، هي لازم تبقى طريه، لان الفلكسبيليتي دي او الجزء انها طري ده هو ده اللي بيحافظ على العفشه. الاطار الجانبي لفردة الكاوتش ده اللي بيحافظ على العفشه، الفكره ان هي لما تاخد نقره او مطب او تتحرك ان هي جنب الفرده بتاع الكاوتش بيطلع وينزل معاك، هو ده الحفاظ على العفشه، فلكسبيليتي. هي بتعمل جزء من فرده الكاوتش، انها بتعمل زي بالظبط فكره المساعد، بتمتص الصدمات، عشان كده هي معموله مصنعه من المطاط. فدي النقطه المهمه. طبعا حلقه الكاوتش يعني لسه في ليها حلقه تانية خالص هنتكلم فيها عن الرام فلات، وهنتكلم فيها عن الاكواد بتاعت السرعات، موضوع تاني كبير تاني خالص. الاجابه اللي على كل سؤال كانت موجود، الكاوتش الجديد اهم حاجه ان الكاوتش الجديد يتركب في العجلات الخلفيه. اللي يقول لك ان الكاوتش الجديد يتركب قدام ما تفهمش حاجه، الكاوتش الجديد لازم يتركب ورا، يا الا تغير الاربع اطارات مع بعض. تخلي بالك من الاكواد بتاعه الكاوتش الجديد عشان ما تدفعش ثمن كود او تاخد كاوتش فيه مواصفه لسرعات عاليه وانت عربيتك مش هتمشي، ده مهم جدا. وتخلي بالك من المواصفات، وما تغيرش في مقاس الاطار تماما، لانه هيفرق معاك في استهلاك الوقود وفي عمر الفتيس وفي عمر الموتور. متخيل بقى الحاجات دي خطر لدرجه قد ايه؟ من الحاجات التانية المهمة جدا ان وانت لا قدر الله دخلت في فكرة اصلاح اطار، تخلي بالك ان وانت بتصلح الاطار ده تصلحه ازاي. الناس دايما لما بتشتكي من فكرة يقول لك انا مش هستخدم يقولوا عليه البن او الابره، او بيقولوا عليه باللغه العاميه الخابور، مش هتصلحها بالفكره دي عشان خاطر الابره دي او البن دي وهي داخله جوه الاطار عشان خاطر تسد الخرم اللي موجود عن طريق الماده المطاطيه، ده ممكن يقطع تيل او سلك، وارد انه يحصل. عشان كده بيستخدموا باتشز دي اللي بنقول عليها اللزقه، وده موال تاني خالص هنقوله بقى في الحلقه التانيه. فهنطلع فاصل ونرجع تاني بقى نتكلم عن السلوك في السواقه.
مشاهدينا على الفيسبوك وبتسمعونا وقاعدين متابعين معانا الحلقة. رجعنا لكم تاني من الفاصل، لسه بنتكلم عن الإطارات وخلصنا موضوع الإطارات وإمتى أغير الكاوتش وكل الكلام ده. اللينك ده معمول بس لتيب صغيرة جدا، هي فكرة السلوك في القيادة. طيب إيه مشكلة السلوك في القيادة؟ الناس وهي بتسوق بيبقى عندها عنف شديد ضد بعض. أنا مش عارف العنف ده ليه، يعني ليه الناس بتستعنف على بعض، ولو حد رمى عليه بتلاقيه عدواني جدا. هو الفكرة إن ده بيبقى تصرف، والتصرف بيبقى قايم على سببين، يا فعل يا رد فعل. فأكيد مفيش حد هيرمي على حد بدون سبب. يعني أنا لو ماشي وحد لقيته اترمى قدامي، ولا لا قدر الله عربيته جت كده يمين أو شمال عليا، هو مش قاصدني إلا لو أنا كنت عملت حاجة. فهو مش نازل من بيته مثلا قالوا له واحد راكب عربية سوداء ولا بيضة ولا حمراء ماشي لابس قميص أبيض ارمي عليه. يعني هو ما عندوش هدف، هو رايح مشوار، رايح مكان. فلا قدر الله لو حصل ده، يا ريت بلاش نخلق اعداء. يعني بلاش حد، لو حد اضطرته الظروف ان هو يضطر يطلع قدامك، احنا مش في سباق. يعني يا ريت نبقى هادين النفس، يا ريت السلوك بتاعنا يبقى سلوك انساني متحضر. يا جماعه احنا بحس ان اللي نازل رايح مشوار وبنسوق، احنا داخلين في حرب، والناس كلها قاعده متجهمه وكلها قاعده متحفزه جدا ان لو حد جه جنب منه يبرق له وعايز يطلع قدام. ملوش لازمه خالص. من الافضل ان انت تبقى نازل رايح مشوارك بهدوء مبسوط. لو حد جه جنب منك في العربيه اللي جنبك وبص لك، ابتسم له. الابتسامه دي مش هتخسرك حاجه، على فكره هتمتص الموضوع. لو حد حصل منه تصرف مش لطيف، ثق تماما ان هو عنده قصد، ولو كان بقصد يعني خليك مسالم لاطول فتره. ممكن تيجي جنب منه على فكره وتبتسم تقول يعني ينفع كده، كنت هتخبط، طب مش عارف ايه، بهدوء جدا وابتسامه، لان ده هيفرق كتير جدا في ان انت تبقى رايح مشوارك. وعلى فكره من الحاجات اللي اثرت فيا وبخليني بتكلم في النقطه دي، شخص انا ما اعرفوش خالص، كنت مره في مشوار، بس انا عايز احكي حكايه الشخص ده او الموقف ده عشان خاطر ده اثر فيا جدا، ويا رب يسمعني او يشوفني او يفتكر الحدث ده. حد كان راكب عربيه فولفو، وراجل شيك كده في نفسه بدقن، يا رب يبقى كل واحد بدقن كده معاه عربيه فولفو حاول يطلع يمين، وحد تطاول عليه واحنا ماشيين في الشارع ده نسمع عليه، وقال له لفظ مش ظريف او شتمه يعني. فكان رد الفعل بالنسبه لي درس، وانا كنت لسه صغير ومتعلم السواقه، عندي 19 سنه. فوقف كده وقال له شكرا جدا على ذوقك معايا. الموقف ده مش بنساه من اكتر من 20 سنه، 25 سنه اهو، انا ما بنساش الموقف ده ابدا ابدا. ومن يوميها اي حد بيسلك من يعني يصدر منه سلوك مش لطيف، باخد رد فعل الراجل اللي كان راكب عربيه فولفو دي. انا مش نازل لا في حرب ولا في شتيمه ولا اي حاجه، ده تصرف راجل عمله اثر في واحد كان يوميها، انا مش قادر اقول مش طفل بس شاب يعني لسه في مرحله المراهقه، وكان بالنسبه لي ده سهل جدا ان انا ابقى عدواني، لكن السلوك ده اثر فيا وغير فيا. اكيد ده يعني الفعل ده اللي حصل ده انا حاولت اقلده كتير، واكيد لو انا كان صدر مني 1000 مره رد فعل هادي مع الناس اللي كانت بتسوق، ده اثر كمان. اكيد لو قلت في 100 واحد فهو ممكن يبقى اثر على 10% بس 5%. فاحنا لو فكرنا ان احنا نحسن سلوكنا احنا بعد كده كمجتمع واحنا بنسوق، تصرفاتنا مع بعض هتختلف وتبقى احسن. هنا حلقتنا خلصت، ممكن تستنونا كمان شويه، هتلاقوا الحلقه موجوده على اليوتيوب وتتفرجوا عليها تاني لو عايزين تتفرجوا عليها، يعني ما كانش دم تقيل على قلبكم. وان شاء الله اقابلكم الاسبوع الجاي وحلقه جديده، ورب تكونوا استفدتوا، وانتظرونا الاسبوع الجاي.